متحف التراث بتاع المدن بتاع مصر. هوريكم اللبس بتاعهم. ماشي، اللبس بتاعهم دي مكن الغزل اليدوية. مكن الغزل اليدوية دي في سينا. الصوف بتاع الغنم، صوف الغنم يعملوا غزل منها زي ما انتم شايفين. دي أول مكنة الغزل يدوية في سينا، بيستعملوها في البدو بتوع سينا. هو دي لبسهم، لبس السيناويين، لبس بتوع سينا، بدو سينا زي ما انتم شايفين كده اهو. ده يشمك بيتحط على الوش كده اهو. هنشوف تاني الجزء ده اهو. ده لبسهم، اليشمك دي بتحط على الوش يا جماعه عشان وشهم ما كانش بيظهر زي ما انتم شايفين كده. يبقى فيه زينه وفي حلقان ادي. ده الغوايش بتاعتهم برضه زي ما انتم شايفين اهي. ده دورق كده بيكسروا بايديهم. ده كلخال اللي هناك، ده كلخال. ده لبس سيناوي زي ما انتم شايفين اهو. يا جماعه هنعرض لكم حاجات كل الناس تستفاد منها، تعرف التراث بتاع المصريين شكله ايه، بيلبسوا ايه. دي الدلتا معايا. ده حصان خشبي بيلعبوا بيه للعب، بيتشد، بيتعمل بخيط كده، يرفع الراس والديل مع بعضهم. لعبه كانت بتتعمل زمان دي زي شايفين هي. حاجه زي الطياره كده خشبيه العيال بيلعبوا بيها. دي طبله. ده الاراجوز مجسم. ده كردان. ادي ده حلقان يا جماعه اهي، حلقان كلها زي ما انتم شايفين. وادي الناس دي بتبقى قاعدين بالليل حفلة سمر، الحاجات دي كانوا بيعملوها. دي حلقان زي ما انتم شفتوا. ادي لبسهم بردك. هنوريكم بعض الحاجات التانية اللي هناك. دي اللي هناك هوريها لكم شوية اهي. دي مكحلة بتاعت الليل. دي مكحلة زي ما انتم شايفين، مكحل على مستوى المحافظات، يعني بيعملوها على مستوى الزمن. ودي دي مكوى يدوي. وده من فحم، الفحم. ودي اللي تحت دي اللي على الشمال دي كوبايه بتاعت هدورة بتاع كنافه، تصنيع كنافه اليدوي. حتى تلاقي هدورة بيحط فيه العجين سايل، ويبدا الخرام دي اللي تحت دي هي اللي بتنزل العجينه السايله دايره. اللي هناك دي بقى خالص بقى غريبه قوي. دي طبلة مسحراتي سمكه بيمشي. مش شايفين هنا؟ ده عقد. دي الموازين بتاعت الوقه بتاع زمان. كانش فيه بالكيلو، كان فيه بالوقه. فوقيه ماشي، وقه ونص وقه واثنين وقه اهي يا جماعه. ده الميزان. دي الابريق بتاع الميه. ميزان ايام زمان اهي. البريق بتاع الشموع بتاع المواليد اللي انتم شايفين. ودي كلها الشرب. ودي ده ورق شرب بردك، فخار. ده معيار للكيلة، معيار الكيلة. ده مطحن. هنشوف هنا دي طاحونة اليدوية أو بيسموها الرحايا. طاحونة اليدوية هي الرحايا. ماشي. دي مطحنة توابل يدوية، مطحنة توابل يدوية، حاجات من التراث القديم قوي. حط التوابل فوق باليد وينزل مطحونة فين؟ في الدرج اللي تحت ده، في درج تحت. هنا هنخش على سيوة يا جماعة. سيوة طبعا من الواحات. سيوة في الموجودة في الواحات. ده اللبس بتاعهم. دي بيحطوا فيها تقريبا فيها عيش، بيعلقوه العيش عشان ما يبصي ويتحمل، عشان الحشرات برضك. دي الحلقان بتاعتهم والحاجات اللي كانوا بيلبسوها. دي موجودة في سيوة في الواحات. كل الواحات أغلبها كانوا بيلبسوا الحاجات دي. ولغاية دلوقتي طبعا لسه التراث موجود لغاية دلوقتي. دي جزم ليهم زي ما انتم شايفين، محذية من الجلد الطبيعي. حاجات جميلة جدا. بصوا شايفين الحلق ده؟ الحلقان دي يا جماعة حلق ودان. بصوا كانت بتركب فين بقى؟ أو في الصورة أهو بتركب في الحلق في الودان. شفت الحلق ده؟ حاجة بتعلق زي الحلق. بص بتعلق ازاي، زينة. الحاجات دي بتتباع؟ لا بس عرض.
زي ما شايفين ادي الجزم بتاعتهم. هنا اللوحات اهي، ادي صور اللوحات اهي. دي لوحات يا جماعه. بنشوف الحاجات اللي بيستعملوها. والله لو رحنا لوحات هنصور لكم الحاجات دي على طبيعتها، في منها موجوده لغايه دلوقتي. شافتوا ولا ايه؟ عايزين موضة. طوائي. بصوا دي حلاوه برضك اهو، حاجات جميله. دي في الواحات. دي معمولة من النخيل، جذع النخيل وزعف النخيل، عشان ده موجود في البيئة بتاعته، بيئة النخل. النخل بيبقى متوفر جدا هناك زي ما انتم شايفين كده. ده صعيد مصر زي ما انتم شايفين. الراجل جاي يقول لك بيبيعوه. دي عصارة بتاعت هدوم، تعصر هدوم. دي عصارة هدوم مش عصارة قصب. عصارة هدوم. حط الهدوم هنا ويعصروها، واخد بالك؟ لو قريتي هتلاقيها مكتوبة عصارة خشب، عصارة من الخشب. اهي. اهي. ده كلكال. ده بيتلبس كان زمان المهر للعروسة، معمول من الفضة. كلكال مصنوع من الفضة، كان مهر للعروسة بدل الذهب. ماشي اهو. دي حاجات تميمة بتتحط على البيبان عشان الحسد، حاجات زي كده اهو. ده فانوس إضاءة بيضيئوا بيه زمان، دي التراث الجميل. كل ده كان في صعيد مصر زمان قبل الكهرباء ما تخش. النياشين متحف السادات، النياشين اللي خدها الرئيس السادات، قلادات النيل، النياشين اللي خدها على مستوى العالم وعلى مستوى مصر زي ما انتم شايفين كده. دي سيوف تذكارية بياخدها من الدول العربية، وسامات وأوشحة من المغرب هنشوفها. دي من الدول اللي شايفين كده اهي. الأوشاح من المغرب، حتى القناة المغربية عرفتها. جميل جدا. الحاجات اللي خدها الرئيس السادات ده من انجلترا، في الاردن والسويد، تقريبا للسويد اهو. العلم دي قلادات خدها من دول عالميه اهي، وسام نجمة سينا تقريبا اهو. الحاجات اللي الرئيس السادات خدها الله يرحمه اهو. اهو ده تقريبا صورة لمفتاح الكعبة. مجموعة من الأوسمة أهو، مجموعة من الأوسمة والنجاشين، أداء الرئيس من دول مختلفة: النمسا، تونس، الفاتيكان، يوغوسلافيا، المغرب، اليونان، سوريا. دي صور تذكارية كده قلنا للرئيس السادات في مراحل مختلفة عمره. يا جماعة ده الكرسي بتاعه، وده التسجيل بتاعه الرحلة على الناس. لسه هنلف تاني. شايفين ده ايه؟ الكرسي اللي كان بيقعد عليه في المكتب بتاعه، وده التسجيل بتاعه اللي شايفين. ده روب من الأرواب اللي كان بيلبسها هدوم، والبيجامة بتاعته، بيجامة الرئيس السادات. وادي البيب بتاعه المشهور بيه، ده البيب. ودي النظارة بتاعته اللي شايفين اهو. ده التومباك يلبس التومباك بتاعته، هو كان بيدخن بيها. ده الروب زي ما شفتوا، دي البدل. ودي العصاية كمان اللي بيحب يمسكها. هنيجي هنا للبدلة العسكرية بتاعته زي ما انتم شايفين، هو متصور بيها الصورة دي. ودي الجزمة بتاعته، الحذاء أو البوت بتاعه. دي العصاية اللي مشهور بيها، اللي معمولة على شكل زهرة اللوتس من فوق أهي. ده الكاب بتاعه. وادي الرئيس السادات الله يرحمه. هنا عندنا الجلابيات بتاعته اللي بيحب يلبسها، عشان هو كان من الطراز الفلاحي في المنوفية. فالمنوفية ده المصحف اللي كان بيحب يقرا فيه
اهو بيقعد في قرية ميتا بركون في الأعياد بالجلاليب دي حسب ما أنا أعرف يعني. أنا عاصرته جامد يعني من أول ما مسك لغاية ما مات الله يرحمه. أدي العصاية بتاعته اهو، وادي البايب برضك، وادي السبح بتاعته. دي بدلة عسكرية تاني بيلبسها برضك في المناسبات العسكرية والاحتفالات بتاعت 6 أكتوبر اهو، بكافة اللي ايه الأوسمة والحاجات بتاعتها اهو زي ما انتم شايفين. دي صور تذكارية ملابس عسكري الرئيس ممنوع من الصور العائلية. ده هنا بقى المكتب بتاعه، صورة ده تمثال الرئيس السادات. دي الشنطة الخصوصية بتاعته اللي فيها كل أسرار الدولة. هنا عندنا رئيس السادات صورته، وده المكتب بتاعه متواضع جدا. دي المكتبة بتاعته، هو كان بيحب يقرأ كويس جدا، يحب يجلس على الكرسي ده برضه. دي صور هنا لحرب أكتوبر، أنا عاصرتها كنت ساعتها في تالتة إعدادي، وعاصرت حرب أكتوبر كويس جدا وعرفت كل الجمال بتاعها والحاجات الجميلة اللي كان بيقوم بيها الرئيس السادات هو والرئيس محمد حسني مبارك معاه، ودي قادة أسرى جيش. نبذة بسيطة كده، ده مكان الحلاقة بتاعه والبرفان واللسيون الحلاقة، فرشة الشعر، فرشة البدلة اهي، البدلة الخاصة بتاعته الشخصية. ده مكان الحلاقة بتاعه كل ده محطوط في المتحف بتاعه. ده باسبور الرئيس السادات، الباسبور بتاعه ده مفتاح بس معرفش يعني بنقراه بتاع ايه بالظبط، الخط صغير جدا. دي الكاس اللي بيحب يشرب فيه، في حاجات جميلة جدا. ده عملة تذكارية مجمع الحديد والصلب. دي نياشين يا جماعة قديمة من زمان، كان بياخد نياشين في صورته. ادي بدل تاني، بدل تشريفية، وقت التشريفة اهي. بدلة البحرية الخاصة بالرئيس، وبدلة مدنية، ومفتاح الجيش الثاني الميداني. ده اسمه مفتاح الجيش الثاني الميداني اهو. ده صور ده جريدة الأهرام، نشرة عيد الملاحة في القناة. دي قلادة الاستقلال التونسية، قلادة الاستقلال التونسية، إعلان الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة على زيارة الرئيس السادات إلى تونس مايو 72. دي بدلة من بدله جميلة، الحاجات دي حقيقية. دي قلادة بردك، أداء الملك الرئيس السادات، حاجات جميلة جدا. اللي سامعين صوته ده الرئيس السادات. دي بدلة تاني، بدلة تشريفة، بدلة بحرية بدلة بحرية وجزمة بتاعته. دي سانت كاترين اللي شايفين، دي العصاية الأبانوج بتاعته يعتز بيها دي قلادات الجمهورية أوسمة. يا جماعة بنختم رحلتنا دي ببدلة الرئيس السادات العسكرية اللي احتفل بيها في 6 أكتوبر اللي هو توفى فيه واستشهد فيها، حتى نلاقي آثار الدماء على الوشاح بتاع البدلة زي ما انتم شايفين. كان ضربة الرصاصة اهي، ضربة الرصاصة. ادي الكاب بتاعه، ودي لبسه العسكري، لبسه العسكري زي ما انتم شايفين، ودي البوت بتاعه اللي كان لابسه. يعني ده اخر لبس لرئيس السادات ماشي، اللي استشهد من الرصاصات اللي غادرة. حتى هتلاقيه في جزء في الجاكيت مضروب بالرصاص اهو، اللي هو استشهد بيه بالتراب بتاعه ساعة ما وقع، وادي الدم وادي القطع بتاعه. الله يرحمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.